مرحبا. حركة نقطة مادية على منحنى بدلالة الإحداثيات الذاتية ميكانيك 1 سنة ثانية رياضيات. مثال 1: تخضع نقطة مادية M كتلتها M صغيرة للقوة التالية: F شعاع تساوي M ب T شعاع زائد M برو بK مربع بN شعاع. المطلوب إيجاد معادلة المسار بفرض ثوابت التكامل معدومة وفقا لشروط البدء. T شعاع هي وحدة شعاع المماس، وN شعاع هي وحدة شعاع الناظم. الشكل واحد، هاي الشكل واحد، هاي المسار المنحني، وهاي النقطة M. هاي نصف القطر الانحناء، هاي المركب المماسي لشعاع التسارع، وهاي المركبة الناظمية، وهاي القوة التي تؤدي لتحريك النقطة المادية على هذا المسار. هاي شعاع واحدة المماس، وهاي شعاع واحدة الناظم. واحنا المطلوب منا معادلة هذا المسار المنحني، المسار المنحني هذا المطلوب. الحل حسب قانون التحريك الأساسي: قوة يعني F شعاع تساوي الكتلة بالتسارع ميو شعاع، واحنا بنعرف انه التسارع هو مشتق السرعة. بالإسقاط على المماس تي والتنظيم نجد هاي المركبة المماسية للقوة بالمطابقة مع المعادلة المعطاة بنص التمرين. هاي المركبة المماسية للقوة، هاي المركبة الناظمية للقوة. طبعا هون طابقنا، وبالاختزال ام مع ام راحت، معناها طلع معنا دال في على دال تي تساوي بي. هاي المعادلة رقم 1. بالمثل على نسقط على الناظم ان والمطابقة نجد أن هاي هي المركبة الناظمية. طبعا المركب الناظمي لشعاع التسارع هي في مربع على رو. بعد المطابقة والاختزال طلع معنا في مربع تساوي رو مربع بكي مربع. هاي المعادلة رقم 2. طبعا هون في قيمتين، اعتمدنا القيمة الموجبة اللي هي رو بكي، المعادلة 2 فتحة. بمكاملة المعادلة 1 هاي هون معادلة 1 والإصلاح نجد أن ال V تساوي B بT. طبعا اعتمدنا هون المعادلة 2 فتحة اللي هي V تساوي رو بكي، رقم 4، المعادلة رقم 4. ولدينا احنا أنه المعادلة التالية، لدينا أنه V تساوي دال S على دال T مشتق المسافة، ونصف قطر الانحناء هو الحقيقة يساوي دال اس على دال ثيتا، حيث دال ثيتا هي تغير زاوية المماس خلال الفترة دال تي، ودال اس هي تغير قوس المسار خلال نفس الفترة دال تي، ورو هي نصف قطر الانحناء أو المنحني اللي عم تتحرك عليه النقطة ام. نبدل المعادلة 5 هاي في المعادلة 4 والتنظيم، نجد هاي المعادلة 4 هون بتساوي رو ضرب كي. طبعا والتنظيم هاي هنا، والتنظيم وجدنا انه دلتا دال ثيتا تساوي كي بدلتا تي، هاي المعادلة رقم 6. كاملنا هاي المعادلة ومراعاة شروط البدء حصلنا على المعادلة رقم 7: ثيتا تساوي كي ضرب تي. الآن بحذف معادلة المسار، هي الحقيقة معادلة المسار هي حذف الزمن معادلة الحركة، يعني من المعادلة رقم 3 هاي ومن المعادلة رقم 7. طبعا بقسمة المعادلة 3 على المعادلة رقم 7 والإصلاح وجدنا معادلة المسار في تساوي بي على كي بثيتا، هي المعادلة رقم 8، وهي معادلة المسار الحلزوني. هذه المسألة جاءت بناء على طلب أحد المتابعين، وشكرا لحسن الاستماع.